شلماوي درش حبيبي، عامل ايه؟ وحشني جدا جدا جدا، 3 جدا. انت كمان والله جدا جدا جدا. انا متابعك على فكره ومبسوط جدا من شغلك وحياة ربنا بجد؟ والله العظيم يا مصطفى. شايفني ازاي؟ شايفك محايد قوي وما بتتكلمش اي كلام، مش اللي هو كلام عشان شايف بس وخلاص. بصراحه بتقول رايك جدا وبالتوفيق يا ابو الصحاب. مش شايفني زملكاوي قوي؟ هو انت زملكاوي؟ انا عارف انت لا زملكاوي في أوي. الكلام اكيد باين برضه، اكيد باين، بس انت لا محايد جدا. كل حد ليه حاجه كانت كويس على الاهلي، ومش عشان تطبل زي ما بشوف ناس كتير جدا بتتكلم على الاهلي عشان الريتش والمشاهدات وكده. لا بس لا، انت بتتكلم كوره والله. كوره بالظبط. بالله يعني المدير يسترب المدير الفني بتاع الاهلي الجديد عاجبك قوي جدا. فانا ما اقدرش اقول لك مش اي حد هيقول عليه كده. ما اقدرش اقول لك عليه مش حلوه لمجرد ان هو اهلاوي، فاهمني؟ ايوه. فهو مدرب كبير وهيعمل من شغل شايف معاكم شايف الاهلي هيبقى كويس معاه جدا. لا ده الاهلي هيروح في حته حلوه جدا. انتوا جايبين مدير فني، هي دي القطعه اللي كانت ناقصه. صحيح. المدير الفني فانتوا جبتوا وبالتوفيق، بس مش معانا طبعا. يعني دايما تبقوا تاني، تبقوا كده فاهمني، تبقوا ورانا، لكن احنا ان شاء الله نعمل حاجه حلوه. اما معلش مش هتمنى لك التوفيق على حسابي بصراحه برضه. اكيد اكيد. احنا دلوقتي ما عندناش غير الفتره بتاعت منتخب مصر. حسام حسن، كابتن حسام حسن. قول لي شايفت الماتشين بتوعه في الدوره الوديه بتاعت العين عاملين ازاي؟ الماتش الاولاني قدام اوزبكستان، الماتش الثاني قدام كاب فيردي. فشايف الاداء اللي عمله حسام حسن يقول ان احنا جايين، يقول ان في حاجه بتحصل في الملعب. بص هي تجربه، هو كابتن حسام كان بيجرب زي ما بيقول، بس بصراحه هو يعني برضه حسام حسن صعب قوي. يعني هقول لك حاجه، الماتش الاولاني دوت خسرناه، لو اي حد كان خسر يكون حسام حسن في الاستوديو كان روق المدير الفني بصراحه. مظبوط. احنا خسرنا هزيمه مهينه جدا، فريق في متناول جدا، وعايزين نكسب برضه عشان تصنيفنا، ان دي متوشه وديه دوليه وفي الاجنده الدوليه، بتقلل تصنيفك او بتزود تصنيفك. واحنا خسرنا اول ماتش، نزلنا في التصنيف. نيجي الماتش الثاني ما اقنعنيش برضه، بس هو بيجرب حاجه ولا ايه؟ لا بس اهو بيجرب. في حد كمل اهو بيجرب وكده وان شاء الله باذن الله بقى بطوله افريقيا بقى زي ما هو قال، لا ليفل اعلى فعلا، ليفل اعلى. يعني ما افريقيا ما فيهاش فريق ضعيف دلوقتي. ماشي. ما هو الانتقاد اللي بيحصل عليه ده عشان خاطر احنا عارفين ان احنا رايحين لليفل صعب. يعني بطوله افريقيا انت هتلاقي دلوقتي منتخبات موجوده هتتفاجئ بيها اكيد، زي منتخب الكونغو ده مثلا. ده منتخب بيتبني مثلا بقاله داخل في 10 سنين. بيكتمل. خلصوا المرحله الافريقيه داخلين على المرحله العالمي وان شاء الله يوصلوا. فانت هتتفاجئ بليفل عالي جدا فانت داخل اصلا لا عارف تلعب ولا عارف تعمل جمله في الملعب ولا شايفين لك اي منظر في الملعب. وده اللي مضايق الناس. ده اللي مضايق الناس. عايزه تتفرج على منتخب مصر. كنا بنستنى منتخب مصر ايام حسن شحاته، كنا بنستنى المنتخب يبقى الدوري اصلا كان قوي جدا. ايوه. ونستنى منتخب، عايزين نشوف منتخب مصر، عايزين نشوف الناس دي هتلعب ازاي في المنتخب. تحس بصراحه الواحد بيتفرج على الماتش مع كابتن حسام يعني، بس مش احسن حاجه. عارفين ان مفيش حاجه هتحصل. ما متعنيش يعني. انا بقعد اتفرج. برافو عليك، برافو عليك. انا ما ببسطش. برافو عليك. هي دي بقى، هي دي النقطه اصلا اللي احنا بقى كنا متوقعينه من كابتن حسام حسن اللي هو هيعمله قوي، اللي هو المتعه. انت طب كابتن حسام على التصريحات اللي انت احنا هنناقش تصريحات دلوقتي. بس التصريحات اللي انت طالع بتقولها وقاعد عمال تهاجم الدنيا كلها دي وبتعادي الجمهور كله، وانت محتاج الدعم قبل بطوله افريقيا اصلا. ايوه. انت شايف ان اللي بيحصل، اللي انت بتعمله في الملعب ده، في حاجه الواحد يشجعك عليها؟ هو حسام حسن دايما مش فاهمني. ما ينفعش حد يقول لك ده انا حسام حسن، هتنتقدني ازاي؟ انت قاعد في الاستوديو لابس بدله بتنتقدني. طب ما يا كابتن حسام لو انت قاعد في الاستوديو ايام فيتوريا وايام كذا حد، ما كنت برضو تقعد تنتقد جدا. وغير كده وما كانش بالسوق ده على فكره. وحتى وغير كده هو انت النهارده مدير فني او فريق كوره او اي حد في العمل العام عامه ضد الانتقاد يعني؟ لا طبعا. في ما ينفعش ننتقدك يعني. انت بتعمل عمل عام فبتستنى بقى. بعدين هو انت مثلا مسك ماتش اوزبكستان، الفريق شلحنا كوره. هل انت مثلا مسكت الفريق ده قطعته كوره؟ انا بتكلم عن كوره. انت قطعته كوره وشايف الناس طالعه بتقطع فيك؟ لا. احنا بنتكلم عشان انت شفنا المنتخب لا حول له ولا قوه في الملعب. احنا الفريق الثاني احنا كلنا علقه، بس هو اللي خدمك ان احنا ما طلعناش بنتيجه كبيره، ما خسرناش بنتيجه كبيره لانه ماتش ودي في الاخر. لكن الفريق ده انت لو بتلعبه رسمي لا كنا اتهنا جامد. صحيح. صح ولا لا؟ صح. بالمستوى دوت انا شفت مفيش حل في الملعب، مفيش حل. خلينا نناقش التصريحات اللي قالها الاول، وبعدين نبقى نشوف تصريحات الكابتن حسام، وبعدين نشوف قال ايه، وبعدين بقى نبقى نناقش الخطه الفنيه، الطريقه اللي بيلعب بيها والخطه، لان هو بيعمل حاجه حلوه قوي مش عايزين نغفل له حقه فيها، بس لو اكتملت. انت شايف حاجه حلوه؟ طب ممكن تقول لي اول حاجه؟
ماشي. فكره انه بيلعب ب3 ورا فيهم 2 باكات، 2 باكات ليفت. باك ليفت وباك رايت. بس هو كان بيلعب، انا ما بفهمش صراحه يعني، هو كان بادئ بمحمد حمدي وفتوح. بيلعب فتوح هاف رايت. تمام. ليه ولما بقى؟ عشان ما عندكش. مش عشان ما عندكش، هو عايز مثلا يامن الناحيه الشمال دي خلاص. فانت هتلعب هتجيب لعيب اصله بيلعب باك شمال عشان لما تحتاجه يرجع رابع ورا ما يبقاش المكان غريب عليه. تمام. بس هيفضل المكان غريب على مين؟ على مثلا محمد حمدي. او لو احمد فتوح مكانه، لو اتبادلوا الادوار. فهمتك. فاهم قصدي؟ لكن مثلا وانت بتهاجم دي بتديك ميزه ايه؟ اولا ان انت شلت مدافع من ورا، استفدت بلعيب رابع في نص الملعب. خلاص. عظيم. جامده جدا الطريقه، جامده جدا. بس لو اللعيبه دي لو انت تعرف تدور بينها الكوره، لان الخطه دي انا ما شفتهاش في العالم حصلت، ان انت تلعب 2 باكات مع سرد باك واحد اللي هو رامي ربيعه او اي حد. اولا هي الطريقه دي اللي ينفع معاها محمد عبد المنعم، مش رامي ربيعه خالص. ايوه. بس هنقول مصاب ولما يرجع حاجز مكانه. ما هو قال كده، قال لك محمد عبد المنعم مصاب وعندي كذا غيابات وامام عاشور وتريزيجيه برضه المنتخب ما كانش بكامل قوته. لا مش بناقش بقى، انا مش بناقش هنا العناصر يا سلمي، انا بناقش طريقه اللعب. طريقه اللعب حلوه جدا، بس لو انت هتخلي اللعيبه دي لو هتعرف تخلي الكوره في رجليها طول الوقت، يعني معظم الماتش هي دي. طب ممكن ده يكون تمرين على كده. ما هي دي بقى الفكره. انت هتعرف تعمل كده يا كابتن حسام؟ انت معاك لعيبه في المنتخب، انت معاك لعيبه كبيره جدا على فكره يعني. هو لازم يهدى برضه كابتن حسام، وعارف هو مش هادي، عارف ان هو في حته، ما هو لازم يهدى برضه. هو في دماغه، هو دماغه مش في الماتش على فكره، هو في دماغه انا هطلع. الناس هتقعد الناس هتعمل ايه فيها بعد الماتش؟ انا بحضر هرد اقول ايه. فما ينفعش يا كابتن حسام، ما ينفعش. خلي رد في الملعب. صحيح. خلي ردك بادائك. الناس اللي ضدك دي هي الناس اللي كانت عايزاك في الاول على فكره. كلنا كان نفسنا نشوف حسام حسن، اي مدير فني اجنبي بيجي يقول يا جماعه ما حسام حسن موجود. بالظبط. فانت ما حدش معترض على وجودك اصلا، لكن معترضين على المنظر اللي احنا بنشوفه فيه المنتخب. ما حدش هيقبل كده ان نشوف منظر المنتخب كده. انا مش هقبل ان اروح افريقيا وارجع على طول، يعني اطلع من دور المجموعات مثلا. بس في بطوله 98 برضه المنتخب كانت الناس عماله تقول ده هنروح هنطلع حصلت المجموعه وهنرجع ومنتغير برضه من فرق ضعيفه وكده، ورحنا جبنا البطوله وجينا. يا رب يكون. ما انا مش هبني على صدف يا احمد. الموضوع ما يتبنيش. لا انا قصدي لا، من المعسكر بقى يتعمل ومعسكر مغلق وكده. كابتن محمود الجوهري انت كنت عارف له طريقه ان هو بينزل يدافع. ما هو حسام حسن شبه خلاص. ما انت بقى دلوقتي بتجرب حاجه. انت بتوريني دلوقتي في الماتشات حاجه وبتعشمني ان احنا نلعب كوره. تمام. اجي الاقيك بقى في بطوله افريقيا بتدافع، يبقى كل الماتشات دي مالهاش اي لازمه. كل التجارب انا مع ان هو يجرب ويخسر 10 حتى مش فارق معايا، بس ابقى شايف بعيني في حاجه بتحصل في الملعب لسه عايزه لها وقت، لسه الماتشات هتجيبها. ده المعسكر قبل الاخير قبل بطوله افريقيا، يعني خلاص في 10 12 المعسكر تاني وبعدين البطوله 20. ايوه. والمحترفين مش هيجوا قبل البطوله 5 ايام. فانت يعني خلاص المعسكر الجاي مش في محترفين في اوله. فانت المفروض اللعيبه دلوقتي بتتمرن على طريقه اللعب اللي هتلعب بيها في افريقيا. مش جاي اللي هيحصل عكس. لو حصل عكس كده هيبقى بصراحه تشتيت جدا للعيبه. معايا ولا مختلف؟ انا معاك. خلينا بقى نشوف التصريحات اللي قالها كابتن حسام. معاك يا صاحبي. اولا كابتن حسام حسن قرر يعمل الجمهور بتاعه عدو. يعني انت الجمهور اللي انت رايح بيه ومستني الدعم بتاعه انت بتعمل معاه مشاكل من الهوا. ساعه ما قال ايه؟ لما قال الجمهور اللي معايا اللي بيحب مصر هو اللي بيفرح لينا، واللي ما بيحبش مصر هو من الاخر هو كان بينتقد الناس في الاستوديوهات التحليليه اللي بتقعد تنتقد. هو الكلام كان مفتوح يا احمد. الكلام كان مفتوح، ما قالش الناس اللي في الاستوديوهات بس، قال الناس اللي كانت معانا وعايزانا من الاول هي دي الناس اللي بتحب مصر. اما الناس اللي مش عايزانا يعني بتنتقد وكده دي الناس اللي ما بتحبش مصر. طيب ده كلام يسلم. ده كلام كبير جدا. ده ان انت تدخل وطنيه في بلد في ماتش كوره، ده موضوع صعب جدا، صح ولا لا؟ صحيح. وبعدين وصولك كاس العالم ووصولك بطوله افريقيا من غير هزيمه زي ما انت بتقول هو مش انجاز، لان فعلا الفرق كانت ضعيفه جدا. احنا كنا بنلعبها لو كان اي مدرب على فكره كنا هنعمل كده. عارف انجازك امتى يا كابتن حسام؟ لما هترجع ببطوله افريقيا ان شاء الله تقول انا اخدت بطوله افريقيا. لما تخش كاس العالم وتحقق مركز. احنا ما عندناش انجاز. لما توصل كاس العالم وتحقق مركز او تاخد بطوله افريقيا في الاول او مثلا اعمل حاجه، يعني ناخد بطوله افريقيا مش نوصل النهائي. بالظبط. عايزين البطوله ووريني اماره. فاهم؟ يعني عايز اشوف لك اماره كده على الكلام اللي انت طالع بتقوله ده. ايوه. كلام كبير ان انت تحط شعب
تنتقده وتقول عليه مش وطني عشان هو خاطر هو انا شايف الكلام ان هو كبير. ان هو كان كلام موجه كبير. للاستوديوهات. لا ودوت ما يعني خلاص شوف في ولو كام الكلام استوديو موجود، طب ولو وشوف كام سوشيال ميديا طب ثانيه موجودة. واحده يا احمد، ولو الكلام للاستوديوهات، هي الناس اللي في الاستوديوهات دي مش مصريه مثلا؟ اصل انت برضه يا كابتن حسام لو قدمت حاجه حلوه قوي ما فيش حد يقدر يتكلم، ده هتسكت كل الناس. الناس دي كلها عايزاك اصلا، لان انت بتمثل معظم الناس اللي في الاستوديوهات دي. وفعلا مدرب وطني، انا بحب مدرب منتخب مصر وطني، يعني انجازاتنا كلها مع مدربين وطنيين. أيوة. كابتن جوهري رحمه الله عليه، وكابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه. الناس اللي لا الناس اللي في الاستوديوهات دي انت بتمثل الجيل بتاعها. فانت لما تنجح مع المنتخب انت بتدي للناس اللي في الاستوديوهات دي فرصه اصلا. صحيح. فانت ما فيش داعي ان انت تعادي حد عارف اللي هو بالاونطه. انت بتعادي الناس بالاونطه. ورينا اداء في الملعب. انت عارف من جواك يا كابتن حسام ان انت في الملعب ضعيف، وبتقدم مطوشه وديه ضعيفه جدا، وفي التصفيات كانت ضعيفه، فانت طالع عايز تعملها ان هي انجاز. فده مش هينفع. انت مش هتعمل. مفيش. وبعدين الناس هتعملها. كلها والناس كلها بتفهم في الكوره، يعني انت مش عاجبك كلام المحللين هم اصلا لعيبه كوره او محللين او راي الجمهور حتى. وراي الجمهور بقى العادي اصلا، وانت عارف ان الشعب المصري كله بيفهم في الكوره اصلا. بالظبط. تعالى بقى الحاجه الثانيه حسام بقى، على كل التصريحات دي كلها في حاجه بقى فايته عن الكل. ايه هي؟ انت في بطوله العين انت داخل بتلعب 4 فرق. التصريحات دي كلها طلعت على تحديد مركز ثالث ورابع. تمام. تخيل يعني كابتن حسام حسن ما خدش البطوله بتاعت العين ليه اصلا؟ مش هناخدها عشان بطوله وديه، بس هو كابتن حسام كان عايز يكسب الماتش الثاني. وبعدين بص يعني الصراحه هو كماتش ودي برضه حسام حسن كان واخدها جد جدا. يعني بص التغييره بتاعت شناوي يعني انت خلاص انت تلعب بقى ايه في دور مؤهل لنهائي او دور مؤهل اللي قبل النهائي، انت بتغير الشناوي ياخد حقه في النقطه دي. اقول لك على حاجه ما بيهزرش. لا سيبك من جد دي ما حدش يعملها. اصل جد دي ما فيش حد بيعمل في ماتش ودي كده. ثانيه واحده، جد دي بتوريني الاداء ده يبقى ده اخره. طب ايه رايك في مشاركه شوبير؟ لكن انا هقول لك بقى عن النقطه دي. الدنيا كلها انتقدتك. بص بقى لما يبقى ليك حق في حاجه الدنيا كلها انتقدتك لما خدت مصطفى شوبير. ان انت خدت مصطفى شوبير وهو ما بيلعبش في النادي الاهلي وانا اولهم على فكره. طب في حاجه ثانيه، انت خدت محمد صبحي ولعبته الماتش اما كان بيلعب ما كنتش تاخده، او كنت تاخده ما تلعبوش. انت ليه ما خدتش احمد عواد؟ مش هقول محمد عواد بينه وبين سعفان مشاكل كبيره جدا. انا فاهم. مشاكل كبيره جدا جدا. ايوه. لا بص هقول لك على حاجه، هو اللي انا شايفه ان هو بيعتمد على اللعيبه، هو عارف اللعيب مش مستني يشوفه في ماتش. خلاص. بس انت لما خدت مصطفى شوبير الدنيا كلها طلعت انتقادتك وانا اولهم. لكن ان مصطفى شوبير ينزل يعمل لك يصدر لك ضربات الجزاء مثلا، هو لعيب مسك في الفرصه على فكره. بعيد عن كابتن. بس هو حارس مصر هتحسب له في الاخر، تحسب لكابتن حسام. خلاص انت معاك 4 حراس دلوقتي، انت هتلعب في منتخب افريقيا هيبقى عندك واحد اساسي وواحد احتياطي. لا كل ده لازم يريح احمد الشناوي يقف. مش هنهزر. احمد الشناوي طبعا احنا هنهزر. ما كان جربه لو هو في النهائي. هو هيبقى 1 و2. ما هو بيفاجئك بقى، هو بيجيب لك البعيد ده. هو هيجيب شناوي مع محمد شناوي واحمد الشناوي اساسي واحمد الشناوي بالظبط. لا هو هيبقى بص فاكر البطوله اللي كان فيها شريف اكرامي ومحمد الشناوي واحمد الشناوي وصلاح الحارس الثالث وفي الحضري اللي وقف في البطوله وصلنا النهائي. ما هي بقى مش عارف ده رزق بقى فاهم. حسب اللعيب في البطوله عامل ازاي. صحيح. ماشي. وصول كاس العالم طبعا وبطوله افريقيا خلاص انسى يعني. حاجه حصل. يعني شكرا. حاجه حلوه بس هي كانت في المتناول، كانت سهله جدا جدا. انا بقى متضايق منه ليه؟ ولكن برضه على فكره في فرق كبيره جدا اتعثرت زي نيجيريا مثلا ما عرفتش توصل. ماشي بس انت انا خلاص انا واقف عندها، واقف عند فاهم، واقف عندها ليه؟ انا افكر بقى هعمل فيها ايه؟ هعمل في اللي جاي. انا خلاص وصلت لها، افكر بقى انا رايح هناك. هو انا هقول لك الليفل اللي جاي ليفل اصعب، فمعنى كده ان هو محضر وعنده ادوات وعنده افكار. مش شايف له بقى. هو قال كده قبل ما حد يقول له. مش شايفين له بس ماشي. خلينا ورا كابتن. اصل ماتش بوركينا فاسو اللي لعبناه هناك ده كان وحش. ده يعرفك ان احنا هنعمل ايه في اللي جاي. بس خلينا احنا خلينا ورا كابتن حسام. يعني هي الكوره فيها متغيرات، فخلينا يمكن بكره يحصل متغير احنا ما نعرفوش. صحيح. ماشي. محمد حمدي ما ينفعش يبقى اساسي على فتوح. فتوح. يا رب فتوح يجي، انا بحب فتوح جدا وحاسس ان هو المفروض لينا جدا. هو حتته باك شمال. يلعب في حتته ما يلعبش هيلعب في حتته. بس هو كابتن حسام محمد حمدي ما ينفعش خالص يبقى اساسي. هو نموذج للاحتياطي، شكله احتياطي من الاخر. فهتجيبه تلعبه على فتوح، لعيب عنده كوره ولعيب يديك حلول في الملعب ويعمل لك اختراقات ويعمل لك جبهه من نار. فما ينفعش تبطل ده بان انت بتحب محمد حمدي. هو بيحب محمد حمدي، فما ينفعش يبقى على حساب زي ما بيحب محمد هاني. ما ينفعش يبقى على حساب لعيب زي احمد فتوح. لا بس محمد هاني ملوش بديل. دي الفرصه، دي الفكره. لكن الناحيه الثانيه ما ينفعش تحط لي حد في نفس التحدي بتاع محمد هاني على حساب حد زي احمد فتوح. ما ينفعش خالص. حاجه اخيره بقى، لو بتجرب بقى بص يا كابتن حسام في الاخر، لو بتجرب ما ينفعش تروح جايب المحترفين كلهم وبتقول لي انا بجرب.
بتجرب دي. المحترفين انت مش هتجيبهم تعلمهم كوره، والطريقه بتاعتك بس انسجام برضه في الملعب ما يقدرش. ما هم دول في الملعب. ما انت لما تبقى بتحضر باللعيبه المحل، امال يعمل حسن شحاته يا جدعان؟ احنا بنهزر. لما تبقى ما ده كان بيطلع يا راجل، كان بيطلع مهاجم توتنهام وينزل عمرو زكي مهاجم انبي. احنا هنهزر؟ فالراجل يعني ده كان ده نعمل له تمثال من ذهب ده. ايوه. انت تجرب باللعيبه. هو برضه محمد صلاح اكيد، ومصطفى محمد اللي بيجيبه اكيد ضغط كبير جدا على كابتن حسام انه ما ينفعش عندك محمد صلاح وما تلعبوش. لا انت هو ضغط جدا علينا يا باشا. اطلع قول من الاول، اطلع قول مثلا انا بجرب، او من غير ما تقولش. احنا لما نشوف بعينينا ان انت بتجيب المحليين بس هنفهم ان انت ما بتستدعيش المحترفين. خلاص فنروح بقى نتغلب عادي ونجرب عادي صح. ولا وغير كده بقى، انت لما بتطلع اللعيبه المحترفه دي لما بتيجي تنزلها في ماتش او في التدريبات بتدي تقل اكتر ما انت تقيل. يعني انت لعبت وقفت على الطريقه وحضرت ان ده انا مش عارف كان ده حقيقي ولا ايه، بس هو دايما كابتن حسام بيرفض كمان يلعب ماتشات كبيره. ما هو خايف على مكانه. معاك الحق خلاص، رغم ان ده يضرنا. ده اكيد طبعا. انت لو عندك كوره، لا بص بقى، انت لو عندك كوره هتلاعب البرازيل يعني. مثلا البرازيل تلعب مع تونس عشان تقف على اخطائك بجد. وكان ماتش البرازيل والسنغال اتفرجت عليه. ماتش فيه كوره يا مصطفى طبعا. ماتش جميل بجد. وماتش انجولا والارجنتين ما اتفرجتش عليه انا ده. لا انا اتفرجت عليه عشان شيكو بنزا. هو دلوقتي كان حلو والله، كان كويس. شيكو بنزا برضه عمل واحده كده زي بتاعت الاهلي. ما معانا في المجموعه انجولا كان انا خايف بقى شيكو بنزا ده اللي يطلعنا. تبقى نشنت فالح. احنا مع كابتن حسام ومع منتخب مصر وان شاء الله مستنيين بطوله افريقيا عظيمه. انا حاسس كده. بص في النهايه بقى احنا وعشان انا اتوقع كده، سيبك بقى من كل النقد ده يا كابتن حسام والانتقاد اللي الناس بتعمله ده كله. أيوة. انت اول ما تخش البطوله انت هتلاقي الناس كلها وراك مليون. ما حدش هيبقى عنده اختلاف على كده. لكن لما تلعب ماتش وحش برضو في البطوله هتسمع الهمهمات هتوصل لك اكيد. فانت النصيحه بقى انت مالكش دعوه بقى. لكن كبير بقى خش ادي واعمل اللي عليك، واعرف ان الناس دي مهما سمعت همهمات الناس دي برضو في ظهرك. ايوه. انا ما عنديش حاجه امسكها عشان اقدر اقول لك ان انت هتلعب، ان انت تعمل بطوله عظيمه. بس احساسي بيقول ان انت هتعمل بطوله عظيمه، ما اعرفش ليه. اكبر ضغط على كابتن حسام حسن ايه؟ انت مش عارف؟ انا في وجهه نظري واكيد ده حقيقي. منتخب حلمي طولان، منتخب مصر به اللي عاملينه دوت، وهيروح هيكسر الدنيا في البطوله العربيه. بس المفروض ما ياخدش منه، ده المفروض يديله بالعكس. ما هو ده ضغط على حسام ان هو مثلا نتائجه كويسه، فيجي يقول لك حسام مش عارف ايه، رغم ان هو بيلعب محليين برضه. بس انا شايف ان هو ما كانش اصول يتعمل المنتخب ده. ليه يا سلمي؟ هو احنا سيبك من ان احنا عندنا عك كده في اصل هو في عكايه بتحصل. الجزائر عندها مثلا ايه منتخب محليين اللي بيلعبوا كابتن حلمي دوت، بس عشان عنده فرقتهم فعلا كلها محترفين. انما انت جايب منتخب محليين وحسام حسن فرقته كلها محليين برضه، معانا صلاح ومعانا هم كلها محليين برضه. على فكره انت ممكن تلاقي في المنتخب التاني ده محترفين. بس هو الاتفاق ان اللي كابتن حسام اول بيعمل قائمته بيختاروا، اللي بيسيبوا كابتن حسام بقى بياخدوا حلمي، بياخدوا كابتن حلمي طولان. فاهم يعني مثلا زلاكا كان مع حلمي طولان، جه بقى في القائمه الجديده كابتن حسام قال لك انا عايز زلاكا، خلاص ما فيش زلاكا. ماشي بقى كل ده. احمد الشناوي كان مع كابتن حلمي طولان قال لك لا خلاص ماشي بقى كل ده كان بيلعب مع كابتن حلمي طولان، هو كان مع كابتن حسام ما لعبش ولا يا ابني. ما كل ده المفروض بيخدم على المنتخب الاولاني اصلا، بس ده ضغط عليه. ليه؟ عشان ده بيحقق نتائج كويسه. طب عارف مشكله. طب كابتن حلمي يخسر له. كان اصولها ايه؟ كان كابتن حسام قال لك انا هلعب بطوله عربيه، وكان راح يلعب بطوله عربيه، وكانت بالنسبه له تجربه جامده جدا. بس هو برضه مش هيلعب عشان خايف من. طب ماشي، ما انت مش هتقدر تجرب برضه اللعيبه كلها. انت لعيبه المنتخب الاول معروفه، هتدعم بشويه لعيبه، لكن برضه هيظل عندك فريق كبير. اصل هو كابتن حسام حسن عندك لعيب زي احمد الشناوي هو اللي ادى شرعيه برضه للمنتخب بتاع كابتن حلمي طولان. انت عندك لعيبه اساسيه المفروض مكانها المنتخب الاولاني، انت ما خدتهاش. خدها بعد كده الشناوي. طيب بقى واحمد حد زي احمد الشناوي ده ما ياخدوش برضه. احنا هنهزر. واكرم توفيق عندك الاثنين سرد باكات، اكرم توفيق وعمرو السوليه. يعني انا حاسس عمرو سوليه انا بقى ما اعرفش ليه يعني مفيش عمرو سوليه. تحس انه ادام خرج من الاهلي وقالوا عليه كبير خلاص، مع ان علي معلول مثلا في تونس روح اتفرج عليه في الصفاقس واخد المنتخب. راح المنتخب ولا ما تعرفش؟ لا ما اعرفش، بس بيأدي. بس ما راحش المنتخب، بيأدي كتير برضه. بس لو احتاجوه ما فيش العقده بتاعت عندنا دي. انا ما اعرفش مين اللي اخترع الثقافه دي في مصر، اللي هو النزول بالاعمار، اللي هو ماشي الكلام ده لازم يعمل كده. ماشي الكلام ده حلو وكل حاجه، بس لما اشوف اللعيب فعلا مش قادر زي عمرو السوليه، يعني هو مش هبقى حافظ مش فاهم. انت عندك لعيب زي عمرو السوليه هاته وقعده بالظبط، هاته وقعده هتحتاجه، صدقني هتحتاجه. على فكره عمرو السوليه ده لعيب نص ملعب مفيش منه. اكرم توفيق على فكره برضه. لا بس يا راجل كويس جدا مع كابتن حلمي يا راجل. لا انا بتكلم عن عمرو السوليه. عمرو السوليه نوعيه لعيب مفيش منه،
انت بتهجر على كلامي. اصل انا ما بحبش تعمق اكتر. انت بس انت بس اللي بتحبه والله. طيب ماشي. انت اللي شايفه لعيب جامد، انا شايفه لعيب